تجربة عشناها مثلا في قطر، وهي كانت بالنسبة لي يعني نوع من التمرد، لأن أنا اللي أصريت واستغليت ظرف الوالد كان يبني وكذا، وتحت مسمى العطاء الإنساني والنجابة الأب، يعني الابن النجيب وكذا، والبار بوالديه. حبيت أدخل لأنه دخولي للجيش راح يعمل لي راتب، الراتب راح يعمل لي استقلالية راح أشتري الكتب على كيفي والمجلات وأقرأ على كيفي. هذا الهدف. يمكن أن أنا يكون عندي مفاتيح أخرى غير التمرد البسيط هذاك اللي أيوة. ممكن تعمل حركة أو شيء من القبيل ويضربوك بعدين نهاية المطاف، لكن الآن بدأت الشخصية تتكون. نعم. طيب لما دخلت الجيش حصلت استقلالية فعلا، صرت أشتري الكتب والمجلات وكذا، وكان ضريبتها إيش؟ انقطعت عن الدراسة خلاص، طلقتها بالثلاث، توقفت عند الإعدادية العامة. ليش؟ لأنه أصلا اهتماماتي خارج المناهج أكبر بكثير من المناهج، إيش أضافت وأسئلتي لك لم تجربة؟ أجد لها إجابات إلا من خارج المناهج. كل حال يعني، وأدخلتني أيضا إلى العلوم العسكرية. يعني العسكرية مثلا بصفة عامة يعني فيها تقاليد معينة وكذا عشناها زين، لكن فيها أيضا ثقافة. أنا دخلت عليه من باب الشغف فيما بعد، العلوم العسكرية والمعارك والتاريخ العسكري، وهذا بعدين دخلت عليها بشغف. نعم. ولما عدت فيما بعد إلى عمان في 83 بعد تجربتي الجيش بفترة، عرض علي إني أروح مرشح ضابط في ساندهيرست، كانت مغرية لأني جاهز خلاص. يعني الشغف إني أخوض الدبلوماسية، كنت في صراع دبلوماسي أو عسكري؟ دبلوماسية أو عسكرية. طبعا هنا ضابط، أنا كنت مواطن في بلدك، وأنت جربت العسكرية وشفت تعلقك بالضباط والرتب وكذا إلى آخره، كانت تجربة. وساندهيرست أكاديمية عريقة ولغة إنجليزية وعلوم راقية، ولا تروح الدبلوماسية وكذا. فجاءت الخيار للدبلوماسية. لو عاد بك الزمن، لكن يحتاج أنك تكون جسور، أنه بتسوي ولا ما بتسوي. زين، لو عاد بك الزمن، ما جاوبتني أيوة. أستاذ علي، بتختار الدبلوماسية جيدة، هي تجربة كانت جيدة، وخاصة أنه احنا دول فتية يعني خياراتنا محدودة. زين، فما أقدر أشطح. أنا الحين مثل ما تقول أتكلم بوعي اليوم ومعرفة اليوم، فما أقدر أقارن دبلوماسيتنا وحاجتها إلى دول أخرى تجاوزت وما شابه ذلك.